قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قادر يحيي العظام اللي أكلها التراب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قادر يحيي النفسية اللي أكلتها الأحزان والأمور المؤلمة والأمور السلبية. بنذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير لأن هو قادر على أن هو يحيي النفسية اللي أكلتها الأحزان والأمور المؤلمة والسلبية. كمان حاول إنك تبص على النعم، إنك تبص على النعم وتغير النظرة السلبية اللي حواليك، إنك تبص على كل الأمور الإيجابية اللي موجودة وإنت مش داري بيها. النعم لا تعد ولا تحصى، فما تخليش أمر حزين أو شيء سلبي أو تجربة مؤلمة في الماضي تأثر على المستقبل بتاعك.